السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر توجي أم بدر. وحشتوني جدا جدا جدا، مش قادرة أقول لكم أنتوا وحشتوني قد إيه. جاية لكم النهاردة بخبرين حلوين الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني وكرمني بيهم. أول خبر اللي هو نجاح ابني بدر في الشهادة الإعدادية، والحمد لله جاب رقم كويس إلى حد ما بالنسبة إن هو ما كانش بيذاكر، يعني جاب رقم كويس إن هو يدخله ثانوية عامة. المهم أقنعته إن هو يدخل حاجة تانية، للأسف لأن زمايله كلهم هيدخلوا نفس المدرسة، فأنا لازم أخش نفس المدرسة يا ماما. فقلت له ماشي تمام مفيش مشكلة. الحمد لله ربنا يوفقه ويوفق كل شباب الشباب اللي في سنه واللي أكبر منه واللي أصغر منه، كلهم 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 يا رب العالمين. ده كان خبر حلو جدا 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 عليا. الخبر التاني طبعا انتوا تابعتوني الفترة اللي فاتت وقلت لكم ان قناتي اصبحت غير مؤهلة للربح، وانا تقريبا كان عندي احباط، كان عندي خيبة امل، كان عندي حاجات كتير كده، شوية كواليس كده وخلطة بيضة بالصلصة كلها قابضة على مراوح قلبي. الخبر الحلو التاني اللي هو قناتي الحمد لله اترجعت تاني واتممت الساعات تاني، لان الساعات نقصت لما حصل لها المشكلة. فالحمد لله رب العالمين بمجرد ما قلت يا اصدقائي انقذوني الحقوني، الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني ورزقني باصدقاء كويسين جدا جدا جدا. منهم على ما أتذكر قناة نسمات الإيمان، قناة أماني الدرديري. نسمات الإيمان اسكندرانية من الاسكندرانية الجدعان قوي قوي. الأخت أماني الدرديري الأخت مغربية صاحبة قناة أماني الدرديري USA، مقيمة في أمريكا. من الأخوات اللي بجد وقفوا جنبي من أول ما عرفوا مشكلة قناتي لحد الآن. والأخت نسمات الإيمان لحد الآن. الأخت صاحبة قناة يوسف فاميلي برضو من الأخوات اللي وقفوا معايا ازاي؟ وقفوا معايا مثلا في بثات المباشر اللي أنا كنت بعملها كلها علشان خاطر زيادة المشاهدات. وقفوا معايا إن هما كانوا بيشاهدوا القناة بتاعتي عشان يسندوها ويوقفوها تاني من أول وجديد. ده السند اللي عملوه إخواتي وأصدقائي من اليوتيوب، فأنا بشكركم جدا جدا جدا. وفي حاجة أنا بصراحة مش متخيلاها. أنا عملت فيديو على كواي وقلت يا جماعة أنا مش هقدر أعمل اللي أنا عملته قبل كده، اللي هو إن أنا أقعد أجمع 4000 ساعة وإن أنا أرجع أعمل ساعات تاني. خلاص الطاقة يعني طاقتي خلاص راحت. فلما حصلت لي المشكلة وعملت فيديو بقى ايه من فيديوهات كواي، الناس اللي عندها كواي تتابعني فيه في صفحة دوجي ام بدر، فقلت لهم يعني ايد لوحدها ما تسقفش، فانا محتاجة دعمكم بصراحة. اتفاجئت بكمية مشتركين جايين من كواي، اتفاجئت بكمية ساعات دخلالي من كواي، والحمد لله رب العالمين ربنا استجاب برضو من اصدقاء والدعم من كواي. ده كان خبر حلو قوي ان انا صحيت النهارده على خبر ان قناتي جالي ايميل ان القناه اصبحت مؤهله للربح. الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني ما كسفنيش، لان انا كنت محبطه جدا جدا وما كانش ليا نفسي اطلع تاني على القناه، وما كانش ليا نفسي اعمل فيديوهات. واتمنى من الجميع اللي عنده مشكله بس يقول يا رب. مع السلامه.